السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة أمي الحداوي. إخوان ديالي الغاليين الأعزاز، نطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا كلكم في أحسن الأحوال ومرتاحين البال. كيف شفتوا الخوت واحد الفيديو اللي درتو قبل من هذا، تكلمت على واحد التعليق كان جا في القناة ديال الأخت زنوبة خفيف ظريف. شي وحده صيفطت لها واحد التعليق بانه واحد اللايف ديال العاقه مع الاخت ديالها، كانوا يعني معهم الوليد الصغير، ولكن تسمع الصوت ديال واحد الراجل، وقالت بانه على حسب الكتبه اللي كتبت في هذاك التعليق بانه الصوت ديال شي راجل كاين تما معهم، وقالت بانه تظن بانه زهير. فعلا انا درت هذاك الفيديو وتكلمت في هذه النقطه هذه، وطرحت سؤال خليته للاخوان والاخوات يعني باش يزيدوا ياكدوا واش هو فعلا ولا ماشي هو. فعلا جاوني شي تعاليق، كاين اللي تيقول هو، كاين اللي ما تيقولش هو، ولكن رغم داكشي كله بقى انا مازال دخلني الشك، بغيت نزيد نتاكد. دخلت القناه ديالو، يعني كنت ننتظر نشوف شي فيديو ديالو يعني خرج به جديد باش عاد نتيق. فعلا خرج بواحد الفيديو وتيتكلم بانه فعلا ما غاديش يسامح في ولدو، وفعلا متابع يعني داكشي قانونيا، وهادشي هذا هو اللي بغينا. هادشي هو اللي بغينا. هنا خصو يعرف زهير بانني انا ماشي ضده، انا بالعكس انا معاه وتنحسبو بحال ولدي. انا ما رضيتش داك الشك يعني يكون او يجي فعلا يعاود تاني يضحك عليه السريعه، لان قلت انا مع راسي، قلت هدا الا مشى ترجع ليها اش غدير ليه؟ غادي دير ليه بحال اللي دارت ليه في الاول، كيفاش ضحكت عليه، كيفاش يعني صيدات حتى حملت معاه وتقلبات عليه، وكيفاش يعني تضحكت عليه بالاعتراف ديالها حتى صوبت الوريقات ديال الولد. اش قلت بان غادا تضحك عليه تاني، غادا تجيبو تعطيه شي كلمه حلوه، شي غميق تغمق عليه، المهم وتجيبو يعني باش يتنازل على ديك الشكايه على الوليد، وباش تمشي تاني لتركيا دير داكشي اللي بغات العمليه، ولا شوف اش غتمشي دير في تركيا، تهمدو حتى تقضي غرضها تاني، تمشي لتركيا ودير داكشي اللي بغات، وملي تجي عاود تاني وتعاود دور فيه تاني دورات الزمان. هادشي اللي قلت انا مع الراس ديالي، لان هادشي كل اغلبيه الناس تيشكوا في هادشي هذا، لان الانسان اللي يضحك عليك مره واللي يكذب عليك مره، يضحك عليك مرات ويكذب عليك مرات، الانسان ما تتبقى فيه ثقه، لان راكم شفتوا ديك الدوره اللي دارت فيه ورجعت وشفار ورجعت. هنا تنتكلم على راسي، هنا انا ما رضيتش في بلاصتو، هو ما بغيتوش تضحك عليه. هذاك الشيء باش دخلت. ملي فكرت مزيان على حسب الكلام اللي خرج به هو، لقيتها تتستفزو، يعني بينات الولد، لانه هو داير بها شكايه على الولد باش ما يبقاش يبان، وتكلم عليها يعني هذاك المحامي اللي كان مع هيام اللي مع الجمعيه، بانهم كاين واحد الام اللي خصهم غادي يديروا معها اللازم، يعني خرجت تتحدى كل شيء هادشي هذا، وخرجت بهذاك الولد تتبينو. الا لاحظتوا الفيديو كيفاش يعني قالت اختها اللي كانت مع فاطمه الزهراء، قالت لها يعني قابلي الكاميرا معايا، بقات مضاربه مع الكاميرا حتى قابلتها مزيان، شاده الولد ديالها، يعني الصوره كلها ماشي غير يعني صوره مخطوفه ولا غير دازت ديك الصوره، لا، شداتها مده طويله وهي شاده داك الوليد، يعني تتقول لكم موتوا بغيظكم، وتتفقس فيه هو وتتحداه. هادشي كله هو اللي خلاني تنتكلم عليه، لان انا تخيلت لو كان هو فعلا كاين في الدار، هو اللي كان تيهضر ولا هو اللي متفق معاها ولا داير يدو في يديها، يعني هنا كان تقريبا يعني تنظن المغاربه كلهم غادي يدوروا فيه. هذا علاش تكلمت عليه انا، غيره عليه، لان تنحسبو بحال ولدي، ما بغيتوش يكون مدلول، ما بغيتاش تضحك عليه. هذا هو علاش درت هذاك الفيديو.
ولكن كما قلت لكم اللسان ما فيه عظم. الانسان ملي تيشوف شي حاجه ماشي هي هذيك تيعاود يصلحها. المهم انا الا كان خرج مني شي كلام في هذاك الفيديو وحس به هو بلا جرحه او تقلق منه، تنقول ليه اسمح لي، لان انا ملي تكلمت عليك راه بحال تنتكلم على ولدي، ما رضيتكش طيح في هذيك الفخ ديالها وما طيحش في ديك الفكره ديالها او داك التبلحيز ديالها وداك الطروحين ديالها، وصدق عاوتاني ضحك عليك وغادي تزيد تاني ترخاص وغادي تطيح في عيون خوتك المغاربه. انا بغيت لك العز وبغيتك تكون شاب، يعني تدافع على الشباب المغربي وتكون راجل يعني بمعنى الكلمه، باش ما تجيش برهوشه وتضحك عليك وتلعب بك كيما بغات. هذا هو اللي خلاني انا تكلمت بهذاك الفيديو بهذيك الطريقه. وكاين الاخوان والاخوات اللي تا هما شكوا بان هذاك الصوت ديالك، راه جاوني شي تعليق تيقولوا لي راه صوتو هذاك، ولكن اتضح كما قلت لكم على حسب المعرفه ديالي يعني وعلى حسب الطريقه ديالي. ملي شفت الفيديو ديالو خرج وتكلم بهذيك الطريقه عرفتو فعلا راه جاد في الكلام ديالو، وفعلا باغي يوقف البيضه في الطاس، وهذا الشيء اللي بغينا. وما بغيناش يكون مدلول، لان كما قلت ليه شحال من مره في شحال من فيديو مدلول، وقلت ليه هذا المدلول هذه الكلمه هذه ماشي معيوره ولا شي طيح من القيمه ديالك، لا، هذه الكلمه تنقولوها حنا تداول عندنا حنا كالمغاربه. واحد ولدو تيقول لي انت مالك مدلول، علاش تدلل في راسك؟ تقولها لخوك، تقولها لولدك، تقولها للصديق ديالك، يعني عندنا. وانت ملي تنقول لك هذه الكلمه ديال مدلول علاش تنقولها؟ لان تنشوف واحد البرهوشه بنت صغر منك وتتلعب بك كيما بغات وما قادرش يعني توقفها على الحد ديالها. ولكن اليوم ملي سمعت منك هذا الكلام اللي قلتي في الفيديو الاخر، يعني نبارك لك في هذيك السكوينه اللي بينتيه في الاخر، يعني شي بارتما وقيلا كنت تصلح فيها. هذا ما تنتمناو لك ان شاء الله، يعني ربي سبحانه وتعالى يكتب لك شي بنت الناس اللي تعيش معاه يعني عيشه يعني ديال السعاده، بحال كاي زوج، يعني حياه زوجيه سعيده. لان هذيك المراه او هذيك الطليقه ديالك هذيك ما صالحاش نهائي للزواج، ما صالحاش نهائي للزواج، ما عندهاش شي حاجه اللي تتبينها بانك امراه مغربيه او غتكون ربة بيت. المراه تتنعس تفيق حتى للجوج 3 4، المراه الضفاره ديما ملصقه، دوك الضفار طوال، المراه باغا تعيش الحياه، باغا تسارى، باغا تبرع، باغا وفي هذاك البخ وفي هذيك الانانيه، يعني ما غاديش تعيش معاه مرتاح نهائيا. هذيك اي راجل يتزوج بها عمرو يرتاح مع هذاك النوع ديال البشر، لان هذيك انانيه ومريضه نفسانيا، هذيك خصها تمشي تعالج، يعني ما عندهاش شي حاجه من غير راسها، هذيك انانيه، هذيك تتقول تبعد من راسي وتجي في راس من ما بغات. لان كما تتشوفوا اش دايره في الام ديالها، اش دايره في دابا، اش دايره دارت في الاسره ديالها، ما بغاتهمش حتى هما ياكلوا معاه ميمي. ها هي هاد الايام اللي راكم شفتوا ما بقاش كاع عندها علاقه مع الجده ديالها مع العم ديالها، وقالت لي بفمها بانني عندي اسره كبيره ولكن ما تنحملهمش. هذه راه راسها وما تتحملوش، هذه ورا راسها وغتخرج عليه. وتصوروا الدريه باقا صغيره وباغا تمشي دير عمليه ديال الشفط ولا مات وهي قصيوره، كيفاش غتخرج هاد الفورمه ديالها كاع؟ نفرضوا مثلا رقاقت، كيفاش غادا تولي رويشه؟ لان قصيوره. هذيك الزين ديالها والكمال ديالها ربي سبحانه وتعالى عطاها هذيك الفورمه وداك الشيء، يعني الفورمه ديالها هي هذيك. الا غيرت من راسها راه، وبالاخص الا مشات دارت عمليه، راه غادا لا قدر الله توقع لها شي حاجه ولا تولي. المهم هذيك اش كان خاصها؟ هذيك ما خصها والو. هذيك اش خاصها؟ خاصها تبدا تفيق بكري، تمشي تبدا تجري، تمشي دير لونطريمات، تمشي لشي لاصال، تبدا تريني، تنقص من الماكله، دير ريجيم، دير شي حاجه، وغادا ترجع عاديه كيما كانت في الاول ملي كانت تتبان مع الام ديالها. ولكن هي مع دخلوها الفلوس ولا تبارك على العلف، عطي 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 عطي، تدنفلت ولات في هذيك الفورمه. يعني الا بقات بحال هكا غادي تولي شكل خور وهي قصيوره. راه سمعتو شحال قالت لك فيها من كيلو؟ فيها فوق 100 كيلو، يعني فيها شي 105 ولا ما عرفت. قالت لك اللي فيها ديال الكيلو او راه فيل.
واشنو اللي دار له داكشي؟ هو الراحه والماكله، السريط والمضيغ والنعاس والكسل. بغات تمشي دير العمليه تعاود لمخها. المهم على ما سمعنا حنا الدري ما تقدرش دير معاها، والدري ما تقدرش تخليه للسريعه قانونيا، لان غتمشي باش عرفت راسها شحال غادا تبرك. العمليه راه ماشي سهله، او غادا تمشي عاد تسارى وتجي وتقول لكم حكا راني مشيت وقالوا لي لا خاصك واحد المده اخرى، ولا سيري ديري ريجيم، ولا سيري. المهم هي عينيها في تركيا من شحال هادي باغا تمشي عاد تسارى. هادشي الا كان فعلا باغا دير العمليه العلم لله. انا على ما تيظهر لي انا باغا تمشي عاد تفوج هادي لينا. قالت انا قلت انا باغا نعيش الحياه وفرحانه ملي دارت الباسبور، وكانت يعني ما باغاش باغا دير العمليه ولا ما باغا ديرها، غادا تكون تبان لكم بان باغا تسافر وغتكون يعني بحال اللي خايفه من العمليه. لا، هي فرحانه حيت غتمشي لتركيا، انا عارفه راسها غتمشي تسالى. المهم زهير هنا غادي يزمطها، ما عندهاش الحق تخلي الولد ديالو او ولدها لشي وحده اخرى، لانه هو الاسبق. يا اما تخليه عند امها هي الام ديالها، نتوما تشوفوها مشاكل، يا اما تخليه ليه هو الاب ديالو، لانه هو عنده امه. الدراري خصو يبقى عنده، وما عندهاش الحق ديه معاه الا بالموافقه ديالو. المهم الاخوان، اش غنقول لكم؟ القضيه ديال يونس او زهير مع العاقه، القانون هو اللي غادي يفصل بيناتهم. وحنا ملي تنتكلموا، او انا ملي تنتكلم في هذا الموضوع تنحاول ما امكن، الا تكلمت وقصيت عليه ولا قلت فيه شي كلمه يعني جرحاته يسمح لي، لانني نمثلو بحال ولدي، وما بغيتش ليه يكون مدلول، وما بغيتاش تضحك عليه ودير فيه ما بغات، لان الشباب كلهم تتفرجوا فيه، الاسر المغربيه كلها تتشوف هذاك الوليد كيفاش يتكرفص مع هذيك الام. هذا هو اللي تيخلينا حنا نتكلموا في هذا الموضوع. الاخوان ديالي، الاخوات ديالي، تنظن فهمتوني، وتنطلب من زهير الا سمع شي كلمه يعني مني ما عجباتوش هو ولا شي حاجه، ولكن راني ملي تنتكلم تنحسبك بحال ولدي، تنغير عليك وما بغيتكش تكون مدلول. علاش تنقول لك فيق وعيقي وجه البريق؟ لان ما بغيتكش تبقى تاكل في التصرفيق، لان هذه اللي داكشي اللي تعطيك راه ماشي عاد التصرفيق، هذه راه شوهاتك ورجعتك شفار، وبغات تاخذ منك الضمانه باش ترجعك باش تدلك كيما بغات. ولكن الحمد لله ملي فقتي وعقتي وتبعتي المساطير القانونيه، هذه الرجوله وترفع عليك القبعه. اخوان ديالي، الاخوات ديالي اللي شافوا الفيديو الاخر، انا وضحت لكم شنو السبب اللي خلاني نتكلم بهذيك الطريقه، والسبب اللي خلاني نشك بانه هو اللي كان هذيك الساعه تما معاهم والصوت ديالو. ولكن الوقت اللي خرج هو في هذا اللايف او الفيديو ديالو الاخير تبين لي الحق من الباطل. زهير باقي على كلمته، وهادشي اللي بغينا، لانه غادي يشرف لينا وليداتنا ويشرف الرجل المغربي، وهذا علاش تنتكلموا. اخوان ديالي، الاخوات ديالي، نودعكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. وبغيت هذا الفيديو هذا يوصل ليه باش يبقى ديما خدم الرجوله، وهادشي اللي بغينا. السلام عليكم.